قوة التحكم في الذات. رحلة نحو التفكير الإيجابي. في مستهل هذا الكتاب ندرك أنه ليس من السهل استيعاب محتواه من الوهلة الأولى، ولكن مع تجاوز الصفحات الأولى يبدأ القارئ في الغوص عميقاً في الأفكار والنقاط الهامة التي يسلط عليها الكاتب الضوء. يأخذنا الكتاب في رحلة بحث عن سبل لتنمية التفكير الإيجابي الذاتي والانطلاق نحو التحول من السلبية إلى الإيجابية في جوانب حياتنا كافة. تبدأ مقدمة الكتاب بقصة مؤثرة عن فيل ضخم يربطه صاحبه في حديقة القصر بقيد حديدي متين. لأسابيع طويلة ظل الفيل يحاول جاهداً فك قيوده، لكنه في النهاية استسلم لليأس وتوقف عن المحاولة. وفي أحد الأيام استبدل صاحب القصر كرة الحديد بأخرى خشبية، كرة كان الفيل قادراً على تحطيمها بسهولة لو أتيحت له الفرصة. عندما سئل صاحب القصر عن سبب عدم محاولة الفيل تكسير الكرة الخشبية والتحرر، أجاب قائلاً: هذا الفيل يتمتع بقوة هائلة، وبإمكانه فك قيده بسهولة تامة. نحن نعلم ذلك، ولكن الأهم هو أن الفيل نفسه لا يعلم ذلك، فهو يجهل مدى قدراته الكامنة. هذا الفيل يجسد ما نسميه البرمجة السلبية، حيث فقد الثقة في قدراته الذاتية، وهذا حال الكثيرين منا. لكن الخبر السار هو أننا قادرون على تغيير هذه البرمجة. هذه العملية تبدأ بخطوة أولى حاسمة: اتخاذ قرار التغيير. فكل تحول حقيقي في حياتنا يبدأ من الداخل، من طريقة تفكيرنا. الفصل الأول: حديثك الداخلي. ذلك المخرب الخفي يستهل ديل كارنيجي كتابه دع القلق وابدأ الحياة بالإشارة إلى حقيقة مدهشة: 93% من المخاوف التي نتوقع أن تجلب لنا مشاعر سلبية لا تتحقق أبداً. أما 7% المتبقية والتي قد تحدث بالفعل فغالباً ما تكون خارج نطاق سيطرتنا، كالأحوال الجوية أو الموت. ويرى الكاتب أن برمجة الذات تتأثر ب5 مصادر رئيسية: الوالدين، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. أنت نفسك، فما تغرسه في عقلك سواء كان إيجابياً أم سلبياً هو ما ستحصده في نهاية المطاف. وينصحنا بمراقبة حوارنا الداخلي بعناية، مؤكداً على أهمية 4 جمل تشكل مسار حياتنا. انتبه لأفكارك، فهي ستتحول إلى أفعال. انتبه لأفعالك، فهي ستصبح عادات. انتبه لعاداتك، فهي ستشكل طباعك. انتبه لطباعك، فهي ستحدد مصيرك. إن أخطر ما يفعله المرء بنفسه هو سوء الظن بها، لكن في المقابل يمتلك كل واحد منا القدرة على تغيير أي برمجة سلبية اكتسبها واستبدالها ببرمجة إيجابية. السبب بسيط: نحن المتحكمون في أفكارنا، نحن أصحاب عقولنا، وبالتالي يمكننا تعديلها وفقاً لما نرغب فيه. أفكارك تحت سلطتك وحدك، ولا يمكن لأحد توجيهها دون موافقتك، وبإمكانك ببساطة توجيهها نحو المسار الصحيح. يؤكد جاك كانفيلد ومارك فينسن في كتابهما تجرؤ لتكسب على أننا جميعاً متساوون. نمتلك جميعاً حوالي 18 مليون خلية عصبية تشكل عقولنا، وكل ما تحتاجه هذه العقول هو التوجيه السليم. من الضروري الآن أن نميز بوضوح بين العقل الواعي والعقل اللاواعي الباطن. فالعقل الواعي هو المسؤول عن جمع المعلومات وإرسالها إلى العقل الباطن لتخزينها. أما العقل الباطن فهو لا يحلل أو يفكر، بل يخزن ما يغذى به ويكرره لاحقاً بشكل تلقائي. وعليه، إذا بدأت بتكرار عبارات إيجابية لنفسك مثل أنا قوي، أنا سعيد، أنا قادر على إيجاد حلول لمشاكلي، فإن عقلك الباطن سيقوم بتخزينها تدريجياً حتى تصبح جزءاً من منهجك في الحياة. إلا أن تحقيق ذلك ليس بالبساطة التي قد تبدو عليها. هناك 5 قواعد أساسية لبرمجة عقلك الباطن بفاعلية. يجب أن تكون رسالتك إليه واضحة ومحددة، إيجابية، بصيغة الحاضر، مصحوبة بشعور قوي وصادق بمضمونها. يجب تكرارها باستمرار حتى ترسخ تماماً. الفصل الثاني: قوة الاعتقاد، أساس التحكم الذاتي. يشير هذا الفصل إلى أن الاعتقاد لا يستلزم بالضرورة وجود حقيقة موضوعية، بل يكفي الإيمان بوجودها. لتحقيق النجاح في حياتنا يجب أولاً أن نثق بقدرتنا على بلوغه. وكما قال الكاتب الأمريكي نابليون هيل: كل ما يستطيع العقل تصوره والإيمان به يستطيع أن يحققه. ويوضح الكاتب 5 أشكال أساسية لهذا الاعتقاد. أولاً، الاعتقاد بالذات. إن نظرتك إلى نفسك تحدد مسارك، فإيمانك بقدراتك يمكن أن يدفعك نحو النجاح، بينما قد يدمر الشك الذاتي حياتك. أنت ببساطة نتاج تصورك لذاتك. وعندما سئل محمد علي كلاي عن سر صناعة الأبطال العظام أجاب: لتكون بطلاً يجب أولاً أن تؤمن وتصدق أنك الأفضل، وإذا لم تكن كذلك
فتظاهر وتصرف كما لو كنت الأفضل. هدفنا هنا هو تحفيز الأشخاص السلبيين وليس غرس الغرور في نفوسهم. ثانياً، الاعتقاد في معنى الأشياء. كيف نفسر الأحداث والأشياء من حولنا يؤثر بشكل كبير على ردود أفعالنا وتوجهاتنا. ثالثاً، الاعتقاد في الأسباب. مثال على ذلك: الشخص الذي يعتقد أن التدخين يريحه ويخفف أعصابه قد يستمر فيه حتى يصاب بأزمة قلبية. بعد ذلك قد يتحول اعتقاده ليصبح أن التدخين مضر ومميت. في كلتا الحالتين يبقى التدخين كما هو، لكن تغير الاعتقاد بشأنه. رابعاً، الاعتقاد في الماضي. تجاربنا الماضية سواء كانت إيجابية أو سلبية تترك لدينا رصيداً من الخبرات التي تؤثر على سلوكنا وتوجه قراراتنا المستقبلية. لذا فإن نظرتك إلى ماضيك ستشكل حاضرك ومستقبلك. خامساً، الاعتقاد في المستقبل. مثل أولئك الذين يستسلمون لفكرة لن أجد وظيفة بعد التخرج أو لن أجد الشريك المناسب، مركزين على قصص الفشل ومتجاهلين قصص النجاح والأشخاص الذين حققوا أهدافهم. ويختتم الكاتب هذا الفصل بدعوة قوية: ابدأ الآن، اليوم، في بناء ثقتك بنفسك وبقدراتك. ثق بأنك قادر على استبدال أي اعتقاد سلبي بآخر إيجابي يعزز قوتك. آمن بأنك تستطيع تحويل أي نقطة ضعف فيك إلى قوة. ثق بأنك تستطيع أن تكون وتملك وتفعل أي شيء تطمح إليه. الفصل الثالث: عدسة رؤيتك، مفتاح التميز. إن تبنيك لمنظور إيجابي تجاه كل ما يحيط بك هو طريقك نحو مستقبل أفضل، وهو ليس مجرد هدف بل أسلوب حياة. فغالباً ما يشترك الناجحون في الحياة في هذه النظرة المتفائلة، حيث يوجهون تركيزهم نحو النجاح ويتجهون للبحث عن الحلول بدلاً من التوقف عند الأسباب. ولكن كيف لنا أن نغير طريقة نظرتنا للأمور؟ الخبر الجيد هو أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق اختيارنا، فنحن من يقرر أن يبتسم عند قراءة هذه الكلمات أو يتجاهلها ببساطة. وفي هذا السياق تحمل مقولة ألبرت أينشتاين دلالة عميقة: تقدر القيمة الحقيقية للإنسان بدرجة تحرره من سيطرة ذاته. ولكي نتمكن من بناء هذه النظرة الصحية والإيجابية، من المهم أن نتجنب بعض السلبيات التي قد تعيق تقدمنا. من بين هذه المعوقات: إلقاء اللوم الذي يسلبنا قوتنا ويمنحها للظروف أو الآخرين. بدلاً من ذلك، من الضروري أن نتحمل مسؤولية حياتنا. المقارنة الخاطئة، أي مقارنة أنفسنا بالآخرين بدلاً من مقارنة تطورنا الشخصي على مر الزمن. الاستغراق في الماضي، حيث يجب أن نتعلم من إخفاقاتنا وننطلق نحو المستقبل بتفاؤل. النقد الهدام الذي يولد مشاعر سلبية، بينما التركيز على الجوانب الإيجابية في الآخرين يبني علاقات أفضل. الأنانية اللغوية، أي الإفراط في استخدام كلمة أنا والإقلال من الإشادة بالآخرين. والآن، كيف يمكننا عملياً أن نتبنى هذه النظرة الإيجابية؟ إليك بعض النصائح العملية. ابدأ يومك بابتسامة وتفاؤل. نادي الأشخاص بأسمائهم لتوطيد العلاقة. استمع جيداً للآخرين. تحمل مسؤولية أفعالك. عبر عن تقديرك للآخرين. تجاوز الماضي بالتسامح. ولتعزيز هذه الوجهة الإيجابية بشكل أكبر، إليك خطة عملية يمكنك اتباعها. استقبل الصباح بسعادة وطرد الأفكار السلبية. حافظ على ابتسامة جذابة. بادر بالتحية. كن مستمعاً فعالاً. استخدم أسماء الأشخاص عند مخاطبتهم. عامل الجميع باحترام واهتمام. بادر بالمجاملة الصادقة. تذكر المناسبات الهامة للآخرين وشاركهم فرحتهم. فاجئ من تحب بلفتات طيبة. عبر عن مشاعرك الإيجابية جسدياً بالعناق عند الحاجة. اجعل هدفك أن تدخل السرور على قلب شخص ما كل يوم. كن شخصاً معطاءً. سامح نفسك والآخرين. لا تنسى قوة كلمتي من فضلك وشكراً. الفصل الرابع: عالم المشاعر وقوة التحكم الداخلي. ينقلنا هذا الفصل إلى صميم تجربتنا الإنسانية، عواطفنا. وكما يرى ريتشارد باندلر، قد نعتقد أحياناً أن السعادة تأتي كنتيجة طبيعية للنجاح، لكن الحقيقة قد تكون معكوسة. فالنجاح غالباً ما يكون ثمرة الشعور بالسعادة والرضا الداخلي. كم مرة انتظرنا بفارغ الصبر حدثاً ما، متوقعين أن يغمرنا بالسعادة، لكن عندما تحقق ذلك لم نشعر بالبهجة المنشودة. وكم من مشاهير رغم امتلاكهم كل ما يظنه البعض مصدراً للسعادة، انتهى بهم الأمر إلى اليأس. جميعنا مررنا بفترات سيطرت فيها علينا المشاعر السلبية كالحزن والخوف والألم. ألم يحن الوقت إذن لأن نتحرر من هذه القيود العاطفية؟ أن نكسر تلك السلاسل التي ربطنا بها أنفسنا؟ هذا الفصل يدعونا إلى استعادة السيطرة على مشاعرنا.
وألا نسمح لأي شخص أو ظرف خارجي بتحديد أحاسيسنا الداخلية. فالعواطف والمشاعر أشبه بالمصعد، تعلو وتهبط، ولكننا نحن من يمسك بزمام التحكم. وكما قال الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن بحكمة: يكون المرء سعيداً بمقدار الدرجة التي يقرر أن يكون عليها من السعادة. ولتحقيق هذه السعادة الداخلية، يقترح الكاتب 4 مبادئ أساسية: الهدوء النفسي الداخلي، البحث عن السلام الداخلي والتناغم مع الذات والروح، وملء القلب بالحب ليصبح حصناً من تأثيرات العالم الخارجي. الصحة السليمة، الحفاظ على صحة الجسد والعقل كركيزة أساسية للشعور بالسعادة. الحب والعلاقات السليمة بالآخرين، بناء روابط إيجابية ومغذية مع من حولنا. وجود هدف، تحديد أهداف نسعى لتحقيقها، والاحتفاء بالإنجازات الصغيرة على طول الطريق، مما يعزز شعورنا بالكفاءة والقدرة على النجاح. الفصل الخامس والأخير: السلوك، الطريق نحو الفعل والتغيير. ينتقل بنا هذا الفصل إلى الجانب العملي من رحلتنا نحو التحكم في الذات، وهو سلوكنا. منذ نعومة أظفارنا نتعرض لبرمجة من البيئة المحيطة، نقلد طرق الكلام والتصرفات دون تساؤل دائما عما إذا كانت هذه البرمجة تخدم نمونا وتقدمنا. يقدم الدكتور تشاد هيلمستتر تعريفا بسيطا وعميقا للسلوك: السلوك هو ما نفعله أو ما لا نفعله. إنه تصرفنا أو امتناعنا عنه، وهو المحدد الرئيسي لنجاحنا أو فشلنا. فنتائج أفعالنا هي التي تشكل سلوكنا بمرور الوقت. والأهم من ذلك، يرى الكاتب أن نظرتنا الذاتية لأنفسنا هي بمثابة المفتاح لشخصيتنا وسلوكنا. تغيير هذه النظرة الداخلية يؤدي حتماً إلى تغيير في الشخصية والتصرفات. لقد حان الوقت إذن للتخلي عن السلوكيات السلبية وتبني أخرى إيجابية. يجب أن نتوقف عن الحكم على الآخرين ونركز طاقتنا على البحث عن مصادر سعادتنا. علينا أيضاً أن نتوقف عن النظرة السلبية لذواتنا، وأن نؤمن بقدرتنا على التحول. تذكر دائماً أنه بإمكانك أن تكون الشخص الذي تطمح إليه، وأن لديك القدرة على تحويل معتقداتك السلبية إلى قوة دافعة إيجابية. تذكر دائماً أن الحياة مزيج من الأمل والألم، وقد تحمل مفاجآت غير متوقعة. لذا عش حياتك بتفاؤل وتوقع الخير. حدد أهدافاً تمنح لحياتك معنى ودونها، وضع الخطط لتحقيقها. واجه تحدياتك بعزيمة وثقة، وتوكل على الله. ابدأ الآن وخذ زمام المبادرة لتغيير حياتك نحو الأفضل، ومد يد العون للآخرين. تذكر دائماً أن سعادتك تكمن في يديك أنت.